السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلبة الصف الثالث الإعدادي، النهارده عندنا درس مهم أوي أوي أوي، التضاريس. أول ما بقول كلمة تضاريس الواحد قلبه بيتقبض كده، الاقي طالب يخاف، طالب كبس عليه النوم، طالب إيه ليه؟ أصل التضاريس يا مستر، ما اصل التضاريس ايه ده؟ احلى درس عندكم واسهل درس عندكم. التضاريس سهل جدا، هنفهمه وهنحفظه وهقوله باغنيه وهقوله بطريقه الشرح وهتفهم معنى كل كلمه في التضاريس. اول كلمه بتضايقك وبتخوفك من كلمه التضاريس الاسم نفسه، التضاريس. طب يا عم اللي ضايقنا نشيله. هي تضاريس بتساوي ايه؟ معنى كلمه تضاريس ايه؟ قال لي والله تضاريس معناها جبال، هضاب، سهول. الله، التضاريس بتساوي 3 كلمات، جبال، هضاب، سهول. فلما اقول لك هات لي تضاريس اسيا، اقول لك انا عايز جبال اسيا، هضاب اسيا، سهول اسيا. لو قلت لك تضاريس افريقيا، جبال افريقيا، سهول افريقيا، هضاب افريقيا. طب يا مستر معلش راجع لنا حاجه بسيطه، يعني ايه جبل؟ ارض مرتفعه لها قمه او عده قمم، دي اسمها قمه، ودي قمه، ودي قمه، ودي قمه. طب الهضبه ارض مرتفعه مستويه او شبه مستويه، ينفع الانسان يعيش عليها؟ يا مستر، ادي الهضبه. يبقى الهضبه الجبل سهل. طب والهضاب سهله. طب السهول يا مستر يعني ايه كلمه سهول؟ قال لي كلمه سهول يعني ارض مستويه منبسطه، ينفع الانسان يعيش عليها طبعا، بس السهول دي 3 انواع. يبقى كلمه سهول بتساوي ارض، كلمه سهول بتساوي ارض. انا عندي 3 انواع من الارض. اول حاجه في كلمه اسمها سهول فيضيه، اهي دي اهم كلمه في العالم، في العالم كله. سهول فيضيه يعني ارض زراعيه، ارض خضراء، ارض زراعيه. ايه ده؟ يبقى كلمه سهول فيضيه يعني ارض زراعيه. مين اللي عمل الارض الزراعيه دي يا مستر؟ ولازم يبقى جواها ايه؟ قال لي لازم يكون جواها انهار. لازم يكون جواها انهار، نهر، لازم يكون جواها انهار، لازم يكون جواها انهار، لازم يكون جواها انهار. يبقى سهول فيضيه يعني ارض زراعيه ولازم يكون جواها انهار، زي سهول نهر النيل. يعني نهر النيل، الارض اللي جنب نهر النيل. يبقى كلمة سهول فيضية يعني أرض زراعية ولازم يكون جواها أنهار. تمام؟ طيب الكلمة التانية قال لي سهول ساحلية يعني الأرض اللي جنب البحر، شط البحر. أي محيط أو بحر، أي محيط أو بحر تخرج منه بتلاقي رملة. الرملة الأرض اللي احنا بنلعب فيها ديت في المصيف وبالجردل تدفن رجلك فيها، الرملة. على الرملة، الرملة دي اسمها سهول ساحلية يعني أرض جنب البحر، يعني شط البحر. حتى عندنا بنقول على اسكندرية جنبيها شوية كده يقول لك إيه؟ الساحل الشمالي، الساحل الخليج العربي، ساحل البحر الأحمر، ساحل محيط كده. يبقى كلمة ساحل هي الأرض اللي جنب البحر، دي اسمها سهول ساحلية، اسمها سهول ساحلية يعني الأرض اللي جنب البحر. في نوع تاني بقى سهول صحراوية، هعملها بالاصفر شوية. سهول صحراوية يعني الصحراء اللي في العالم. السهول صحراوية يعني الصحراء اللي موجودة في العالم، الأرض الصحراء. مستر أنا عندي كم سهول صحراوية في المنهج كله؟ 2 بس، سهول صحراوية. يبقى بعد كده نعيد تاني بالراحة، يعني ايه كلمة تضاريس؟ جبال، هضاب، سهول. تاني، جبال، هضاب، سهول. الجبل عارفينه والهضبة عارفينها. يعني ايه سهول؟ يعني ارض مستوية. الارض المستوية دي ممكن تبقى ايه؟ قال لي والله ممكن تبقى سهول فيضية يعني ارض زراعية لازم يكون جواها انهار. سهول ساحلية يعني شط البحر يعني ارض جنب البحر. سهول صحراوية يعني ارض الصحراء. عندنا في المنهج 2 بس، 2 سهول صحراوية هنخلصهم في قارة افريقيا مرة واحدة عشان نخلص من الكلمة دي. تمام؟ ادي كلمة تضاريس. يبقى تضاريس بتساوي جبال، هضاب، سهول. تضاريس بتساوي جبال، هضاب، سهول. هنبدأ ونتكلم عن جبال قارة اسيا. ولما اتكلم عن جبال قارة اسيا لازم ابقى عارف الاتجاهات، شمال،
جنوب شرق غرب. ويا جماعه من غير الاتجاهات هنتعب كتير في الجغرافيا، سهله قوي، شمال جنوب شرق غرب. واسيا فيها 4 جبال. وبالسهله كده احنا خدنا المره اللي فاتت جزر شطار اسمها جزر اليابان، جواها فوق جزيره اليابان جبال اسمها جبال اليابان. جبال اليابان، وادي اول جبل خدناها في الشرق، جبال اليابان، في الشرق جبال اليابان. حضرتك ده جبل اسمه جبال الهيمالايا. جبال الهيمالايا دي في وسط اسيا، شمال جنوب شرق غرب في الوسط. دي اسمها قمة، ودي اسمها قمة، ودي اسمها قمة، ودي اسمها قمة. اعلى قمة في جبال الهيمالايا قمة اسمها ايفرست. قمة ايفرست طولها 8848 8848 8848. دي اعلى قمة في جبال الهيمالايا، قمة ايفرست. كده احنا خدنا جبلين. هنمشي في اتجاه الغرب. هنا كده دي دولة ايران، وهنا كده دولة العراق. في هنا جبل هنرسمه بالابيض عشان ما نتلخبطش، اسمه خدناه على فكرة الجبل ده في تانية اعدادي، كان اسمه زاجرس وكردستان. هناخد اسم زاجرس بس، زاجرس. في هنا دي دولة تركيا. في هنا جبال اسمها جبال طوروس، مش طاووس، طوروس في دولة تركيا. طوروس تركيا. طوروس ده جبل تركيا. طوروس تركيا. جبال طوروس في تركيا. وادي جبال اسيا. خلصت ايه؟ خلصت 4 جبال. في الشرق جبال اليابان، في الشرق جبال، في الشرق جبال اليابان، في الوسط جبال هيمالايا، في الوسط جبال، في الوسط جبال فيها اعلى قمة ايفرست، فيها اعلى قمة، فيها اعلى قمة ايفرست. في الغرب جبلين، في الغرب جبلين زاجرس وطوروس، في الغرب جبلين زاجرس وطوروس، في الغرب جبلين زاجرس وطوروس. الجبال خلصت. طب ناخد الهضاب، ناخد الهضاب اللي في قارة اسيا ونعملها بالاحمر عشان ما نتلخبطش. هضاب اسيا في الوسط، في الوسط هضبة اسمها على اسمك لما بتضايق ماما وما بتذاكرش بتبقى تبت. تبت اسمها هضبة التبت. هضبة التبت، هضبة التبت دي في وسط اسيا. هضبة التبت دي عالية قوي 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 لدرجة ان العلماء سموها سقف العالم، سقف العالم. هضبة التبت العلماء سموها سقف العالم، لان لو حضرتك واقف فوق هضبة التبت اهي هتلاقي قمم الجبال كده. ايه ده يا مستر؟ ياه ده انا شايف قمم الجبال. يبقى هضبة التبت اعلى من قمم الجبال ما عدا ايفرست، عشان ما حدش يقول لي طب وايفرست؟ ما عدا ايفرست. لو انا وقفت فوق هضبة التبت باصص كده شايف سن الجبل، قمة الجبل، فقلت عليها دي سقف العالم، اقول له بسبب ارتفاع عن قمم الجبال، بسبب ارتفاع عن بعض قمم الجبال، بسبب ارتفاع عن قمم الجبال تسمى هضبة التبت بسقف العالم، بسبب ارتفاع عن قمم الجبال. ده سؤال بما تفسر. تسمى هضبة التبت سقف العالم بسبب ارتفاع عن قمم الجبال. تمام. في الجنوب خد بالك الدولة دي مهمة قوي، شطار شطار، الهند. جواها هضبة بالاحمر عشان ما نتلخبطش اسمها هضبة الدكن. الدكن هضبة الدكن في الجنوب. هضبة الدكن احنا كده خدنا كم هضبة؟ 2. امال اسيا فيها كم هضبة؟ 3. يبقى ناقص واحدة. في الوسط التبت، لما تزعل ماما وما تعملش الواجب. في الوسط التبت. في الجنوب الدكن. في الجنوب الدكن. ده اسمه الغرب وده اسمه الجنوب. يبقى ده اسمه ايه؟ الله عليكم، جنوب الغرب. في جنوب الغرب في هضبة اسمها هضبة شبه الجزيرة. الله عليكم، العربية. والهضاب خلص. ايه ده؟ اسيا فيها كم هضبة؟ 3. في الوسط التبت، في الوسط التبت، في الجنوب الدكن، في الجنوب الدكن. جنوب الغرب شبه الجزيرة العربية، جنوب الغرب شبه الجزيرة العربية. فاضل لي السهول. مستر اسيا ما فيهاش مقرر سهول صحراويه؟ احسن. السهول الساحليه اي ارض جنب البحر، فمش لازم بقى نقولهم. اي ميه نقولها،
ساحل المحيط القطبي الشمالي، ساحل المحيط الهادي، ساحل المحيط الهندي، ساحل الخليج العربي، ساحل البحر الأحمر، ساحل البحر المتوسط. أي مية تشوفها قول عليها ساحل. فمش هنسأل في السهول الساحلية، السهول الساحلية دي الأرض اللي جنب البحر. أمال هنسأل في إيه؟ في السهول الفيضية، يعني الأرض الزراعية. لازم يكون جواها أنهار، لازم يكون جواها أنهار، لازم يكون جواها أنهار. طيب أحكي لكم قصة سنة بره المنهج بس هتفهمك يعني إيه سهول فيضية. ماشي؟ حضرتك آدي الشمس لونها أحمر إيه؟ وادي عينيها إيه جميلة، مناخيرها، وادي بقها. في الصيف بتبقى شريرة، عينيها حمرا علينا وبتطلع أشعة شريرة قوي في الصيف. بتعمل ايه؟ قال له والله يا مستر الشمس دي بتروح على الازرق اللي احنا بنسميه مسطحات مائية، بحر. بتروح تنزل الاشعة بتاعتها. لما تنزل الاشعة بتاعتها على المسطحات المائية بيخرج بخار الماء. بخار الماء بيتجمع في السحابة. بخار الماء بيتجمع في السحابة وتفضل السحابة ماشية 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 محملة ببخار الماء. بتلاقي تضاريس. يعني ايه تضاريس؟ يعني جبال هضاب سهول. ايه اللي بيجرى يا مستر؟ السحابة بتبدأ تنزل الأمطار على التضاريس. المية بتتجمع وبتنزل، الفكرة اللي انتوا بتقولوا عليها شلالات. المية بتنزل من فوق الجبل. بتنزل لوحدها؟ لا، ما بتنزلش ايديها فاضية، بتاخد اي حاجة وهي ماشية، بتلم التراب بتفتفت حصى الجبل وبتنزل بيه وتقوم ماشية 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 لوحدها ولا شايلة التراب؟ شايلة التراب اللي فوق الجبل. بعد كده بتخرجه بقى بره المجرى. لما بنسمع كلمة اسمها فيضان، المية بتزيد هي والتراب بتقوم خارجة وبتكون لنا باللون الاخضر طينة كده، طمي لونه اخضر، طمي لونه اسود، ارض زراعية. حضرتك بنزرع فيها احنا بقى بعد كده وبنطلع النبات. الارض الزراعية دي اسمها ايه؟ قال لي الارض الزراعية دي يا مستر اسمها سهول فيضية. مين اللي عملها؟ قال لي اللي عملها النهر. اللي عملها النهر. النهر يفضل ماشي 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 لغاية لما يصب فين؟ يا اما في اي محيط يا اما في اي بحر. ايه ده؟ يبقى اي نهر في الدنيا ليه بداية وليه نهاية. البداية دي اسمها منبع، النهاية اسمها مصب. انا في المنهج كله مش عايز غير منبع واحد، حفظ زي اسمك، وجاي ان شاء الله في امتحان السنة دي الكاس اكتر من محافظة. عايز منبع واحد، منبع نهر النيل. ده اللي عايزني وده اللي انا عايزه. منبع نهر النيل. يعني ايه منبع نهر النيل؟ يعني بداية نهر النيل. قال لي والله في هضبة هاخدها كمان شوية هنا اسمها هضبة البحار، هضبة البحيرات الاستوائية. هينزل عليها الامطار بتتجمع. وهنا هضبة اسمها الحبشة او اثيوبيا، هتنزل عليها الامطار وتقوم المطره ماشيه، ميه ماشيه اللي هو نهر النيل، يمشي في السودان يطلع على مصر ويجي كده عند المنوفيه وما يخشش المنوفيه، فرع يروح رشيد، فرع يروح دمياط، والاتنين بيصبوا في البحر المتوسط. مستر احنا في اسيا، بس انا شارح لك القصه دي لان قاره افريقيا فيها نهر اللي هو نهر النيل. لازم اعرف المنبع، اقول له هضبه البحيرات الاستوائيه. هيجي يسالني يقول لي بما تفسر اهميه هضبه البحيرات الاستوائيه؟ اقول له هي منبع نهر النيل، هي منبع نهر النيل. يعني ايه منبع؟ يعني بدايه. نهر النيل بيصب في البحر المتوسط. انا بقى عايز احفظ كل مصبات الانهار ما عدا نهر النيل، عايز اعرف البدايه والنهايه. يبقى المنبع والمصب. نهر النيل المنبع بتاعه البحيرات الاستوائيه، المصب بتاعه البحر المتوسط. يعني نهر النيل بيبدا من هنا يفضل ماشي لغايه لما يضلق هنا، ده نهر النيل. فيجي لك عليه سؤال باكتر من طريقه. ما علاقه مصر بهضبه البحيرات الاستوائيه؟ اقول له هي منبع نهر النيل.
ايه اهميه هضبه البحيرات الاستوائيه والحبشه بالنسبه لمصر؟ هما منبع نهر النيل. اهميه هضبه البحيرات الاستوائيه وسكت، هي منبع نهر النيل. تمام؟ ينبع نهر النيل من نقط هضبه البحيرات الاستوائيه، يصب نهر النيل في نقط، يصب في البحر المتوسط. تمام؟ نخش بقى على السهول الفيضيه اللي في قاره اسيا. عرفنا ان اي سهول فيضيه يعني ارض زراعيه ولازم يكون جواها انهار. وناخد اكبر سهول فيضيه في اسيا، مش في العالم، في اسيا، اسمها سهول سيبيريا. سهول سيبيريا اللي هي دولة روسيا كده، شمال روسيا ودولة روسيا، اسمها سهول سيبيريا. كل دي ارض زراعية اسمها سهول سيبيريا. بصوا يا جماعة، الارض ليها اسم والنهر ليه اسم. ممكن الارض تبقى على اسم النهر زي نهر النيل، اسمها سهول نهر النيل، يعني ارض نهر النيل على اسم النهر. في سهول اسمها سهول نهر السند على اسم نهر السند. وفي سهول ليها اسم لوحده زي سهول سيبيريا في شمال اسيا، في 3 انهار. نهر اسمه أوب. نهر على اسم المغنية اللبنانية، لا مش نانسي، يانسي. ونهر بقى بتاعنا احنا اسمه لينا. أوب يانسي لينا، أوب يانسي لينا. أوب ويانسي ولينا ال3 بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي. ال3 بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي. ويبقى خلصنا سهول سيبيريا. نقولها اللي بيحب يحفظ: سهول سيبيريا في شمال آسيا فيها 3 أنهار. سهول سيبيريا سهول فيضية في شمال آسيا فيها 3 أنهار. أوب ويانسي ولينا تاني، أوب ويانسي ولينا تاني. يصبوا في المحيط القطبي الشمالي، يصبوا في المحيط القطبي الشمالي. بعد إذنك قاعد كده فارد رجلك، أنا عايزك تتكلم معايا هتحفظ، مش قاعد بتتفرج وخلاص. لا، كأنك قاعد في محاضرة، كأنك قاعد في سنتر وبتردد معايا وتتفاعل معايا وقول لي عيد بالإحساس، هحس إنك مش فاهم فأعيد. لكن قاعد لا، هاجي او تلاقيني دخلت لك جوه، جبتك ووقفتك هنا، وقفتك على السبوره وخليتك تشرح من جديد. ايه ده بقى كده عليا فوق سوق، اعتبرونا شايفكم كلكم. ايوه، فنركز عشان ما تلاقينيش دخلت لك كده في الصاله جبتك من قفاك. ايوه كده. نعيد تاني بقى: سهول سيبيريا سهول فيضيه في شمال اسيا فيها 3 انهار. أوب ويانسي ولينا تاني، أوب ويانسي ولينا تاني بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي، بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي. ادي اول سهول. ده اتجاه ايه؟ الشرق. الشرق فيه ارضين، 2 سهول فيضيه. واحده على اسم الاله اللي بيستخدمها النجار، منشار، اسمها سهول منشوريا. سهول منشوريا. ردت بنت بتقول لي اسم النهر اللي فيها مش مقرر عليك في ثالثه اعدادي. سمعتك؟ طب هو ايه؟ يا عم مش مقرر عليك، مش عايز ازود لك المعلومات. بص يا حبيبي، هو عامة سهل بس هو مش مقرر علينا. هو على اسم مستر ياسر، شبه مستر ياسر. خلاص؟ امور. اي يا حبيبي، نهر امور. خلاص؟ مش مقرر علينا. فسهول منشوريا دي سهول في شرق الصين، النهر اللي فيها مش مقرر. في سهول تانية عن ارض زراعية اسمها مهمة قوي، اسمها سهول شرق الصين. سهول شرق الصين فيها نهر مهم جدا 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 جدا، اسمه نهر اليانجيتسي. نهر اليانجيتسي، نهر اليانجيتسي. ده نهر موجود في شرق الصين، في سهول شرق الصين. نخش على السهول اللي بعد كده. الارض دي على اسم النهر، اسمها سهول نهر السند. سهول نهر السند. الكلمه دي كانت بتتقال زمان، يقول لك ايه ده رايح السند والهند. ايه ده؟ يبقى السند جنب الهند. السند اللي هي النهارده دوله باكستان، كان زمان اسمها السند، لكن النهر اسمه السند، نهر السند. طيب شاطر. نهر السند بيصب فين؟ في البحر العربي. اخر سهول بقى دي انتوا حافظينها، 2 اخوات حافظينهم من ساعه ما اتولدتوا. سهول نهر دجله والفرات، ال2 بيصبوا في الميه دي، والميه دي اسمها الخليج العربي.
ويبقى كده خلصنا السهول وخلصنا كل تضاريس قارة آسيا. بس في سؤال بيقول لك سهول سيبيريا ونهر أوب ونهر يانسي ونهر لينا كل دول مالهمش لازمة. ايه؟ في فصل الشتاء. ليه يا مستر؟ قال لي لأنها تتجمد في فصل الشتاء. ده السؤال يقول لك بما تفسر تفقد سهول سيبيريا أهميتها في فصل، أقول له الشتاء. بما تفسر أقول له لأنها تتجمد في فصل الشتاء، تنشف تبقى تلج. لو انتوا اتفرجتوا على حرب روسيا واوكرانيا كده في التلفزيون بعد شهرين هتلاقي التلج شغال وبيحاربوا في التلج. سهول سيبيريا دي في الشتاء بتبقى تلج، فالارض الزراعيه بتتلج والانهار بتتلج، ففي الشتاء ملهاش اهميه. فيقول لك بما تفسر تفقد سهول سيبيريا اهميتها في فصل الشتاء، اقول له لانها تتجمد في فصل الشتاء. ما النتائج المترتبه على تجمد سهول سيبيريا في فصل الشتاء؟ النتائج المترتبه على تجمد سهول سيبيريا في فصل الشتاء اقول له تفقد اهميتها. تمام؟ ويبقى كده خلصنا كل تضاريس قارة آسيا. يبقى آسيا عندنا سؤال بيقول لك بما تفسر تفقد سهول سيبيريا أهميتها في فصل الشتاء، أقول له لأنها تتجمد في فصل الشتاء. هضبة الدكن تسمى سقف العالم بسبب ارتفاعها عن قمم بعض. نعيد كل آسيا بسرعة مع بعض في دقيقة واحدة. يعني ايه كلمة تضاريس؟ جبال هضاب سهول. يعني ايه تضاريس؟ جبال هضاب سهول. يعني ايه سهول فيضية؟ يعني أرض زراعية. مين اللي عملها؟ الأنهار، يبقى لازم يكون جواها أنهار. آسيا فيها كام جبل؟ 4. في الشرق جبال اليابان، في الشرق جبال اليابان، في الوسط جبال هيمالاي، في الوسط جبال فيها أعلى قمة إيفرست، فيها أعلى قمة إيفرست. في الغرب جبلين زاجروس وطروس، في الغرب جبلين زاجروس وطروس. طروس في تركيا تهطه، زاجروس في العراق وإيران. خلصت الجبال. عندي كم هضبة؟ 3. في الوسط التبت تسمى سقف العالم بسبب ارتفاع عن قمم الجبال. في الجنوب الدكن، في الهند الدكن. جنوب الغرب شبه الجزيرة العربية، جنوب الغرب شبه الجزيرة العربية. السهول أكبر سهول في آسيا، في آسيا مش في العالم، في آسيا مش في العالم. سهول سيبيريا سهول فيضية في شمال آسيا فيها 3 أنهار، أوبو يانسي ولينا. تاني أوبو يانسي ولينا بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي، يفقدوا أهميتهم في فصل الشتاء لأنها تتجمد في فصل الشتاء. في الشرق سهول منشوريا وشرق الصين، سهول منشوريا وشرق الصين. شرق الصين فيها نهر اليانجيتسي، شرق الصين فيها نهر اليانجستي. عندنا سهول نهر السند، نهر السند بيصب في البحر العربي. في سهول في الغرب سهول دجلة والفرات بيصبوا في الخليج العربي. وكده يبقى خلصنا كل تضاريس آسيا. نخش على تضاريس أفريقيا. هنراجع قارة أفريقيا الدرس الأولاني في دقيقة واحدة بالظبط 60 ثانية. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن قارة أفريقيا ليها 3 اتجاهات، 3 اتجاهات. شمالها البحر المتوسط، في الغرب المحيط الأطلنطي، في الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر. قلنا فيها دولة جميلة قوي 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 قوي، مصر. ساكنة فين؟ قال لي في شمال شرق أفريقيا، في شمال شرق أفريقيا. قلنا فيها جزر اسمها جزر على اسم مستر ياسر. أيوة، جزر القمر أو القمر. وفيها جزيرة كبيرة دي اللي مهمة قوي ودي حفظ مهمة قوي قوي قوي، اسمها جزيرة مدغشقر. مدغشقر دي جزيرة مهمة جدا. قلنا بيعدي عليها كده، نخلي دوت باللون الأصفر. بيعدي عليها دائرة عرض الاستواء، بيعدي عليها مدار السرطان نعلمه بمصر، وبيعدي عليها مدار الجدي، مدار الجدي بيعدي على استراليا، بيعدي عليها خط جرينتش. ادي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. تمام. انا بقى اقول طبعا بيقل فيها الجزر، اسيا بيزيد فيها الجزر. نبدا بقى درس النهارده وعايزين تضاريس افريقيا. ردت عليا قلت لي ما تقولش يا مستر كلمه تضاريس تاني، قول لي احنا عايزين الجبال والهضاب والسهول. قلت له طب يا حبيبي شاطر يا بابا، يلا بقى قول لي جبال هضاب سهول افريقيا. ناخد اسهل حاجه السهول الصحراويه عشان نخلصها، عشان ما نقولش الكلمه دي تاني. اهي مسحناها خلاص، شلناها. السهول الصحراويه 2. السهول الصحراويه 2. في صحراء هنا كده في ليبيا ومصر اسمها كانيتشو. كانيتشو كاف تكتبها بالكاف. كانيتشو. كانيتشو دي في ليبيا، في ليبيا. احنا في مصر عليها هنا بنقول عليها بحر الرمال العظيم، اما ليبيا بيقولوا عليها كانيتشو. دي سهول صحراويه يعني صحراء.
تحت بقى في صحراء في الجنوب اسمها مش كلب، كالهاري. ايه ده؟ يبقى احنا عندنا صحرتين، كانيتشو في الشمال، كالهاري في الجنوب. كانيتشو في الشمال، كالهاري في الجنوب. السهول الصحراويه بتاعت المنهج كلها خلصت. هما اتنين في افريقيا سهول صحراويه، كانيتشو في الشمال، كانيتشو في ليبيا، كالهاري في الجنوب. كانيتشو في الشمال، كانيتشو في ليبيا، كالهاري في الجنوب. المصريين بيقولوا عليها بحر الرمال العظيم. نخش على الجبال وافتكر بقى 5. لا اعمل كده، ايوه 5. افريقيا فيها 5 جبال. افريقيا فيها كام جبل؟ 5. لا ما تقوم تعمل كده. افريقيا ماشي. افريقيا فيها 5 جبال. ده اتجاه ايه؟ شمال، وده شرق. يبقى ده شمال الشرق. الله، جبال البحر الاحمر شمال الشرق. نعملها بلون الجبال يا حبايبي، خليها في افريقيا بالاحمر عشان ما تتلخبطوش. شمال الشرق جبال البحر الاحمر، شمال الشرق جبال البحر الاحمر. دي موجوده في 3 دول، موجوده في دوله مصر، موجوده في السودان، وفي دوله هنا صغيره اسمها اريتريا. اريتريا. يبقى جبال البحر الاحمر شمال الشرق، جبال البحر الاحمر شمال غرب. شمال الغرب اطلس، شمال الغرب اطلس، شمال الغرب اطلس. وجوه جبل اطلس في هضبه حافظينها من تاني اعدادي اسمها هضبه الشطوط. الشطوط. وهنا جبال اطلس. كده خدنا جبلين. طب ده اسمه ايه؟ شمال شرق. في الشرق جبلين، في الشرق جبلين. واحد اسمه كينيا، واحد اسمه كليمنجارو. كليمنجارو، كليمنجارو. كينيا وكليمنجارو في الشرق جبلين. كينيا وكليمنجارو في الشرق جبلين. كينيا وكليمنجارو. ده اتجاه الجنوب وده جنوب الشرق. يبقى في جنوب الشرق في جبل اسمه دراكنزبرج. 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 يبقى عندنا 3 جبال، 5 جبال. شمال الشرق جبال البحر الأحمر، شمال الغرب أطلس، شمال الغرب أطلس. في الشرق جبلين، كينيا وكليمنجارو. في الشرق جبلين، كينيا وكليمنجارو. جنوب الشرق دراكنزبرج، جنوب الشرق دراكنزبرج. خلصنا الجبال ونخش على الهضاب في قارة أفريقيا. نخش على هضاب قارة أفريقيا. وعندنا في شمال أفريقيا أكبر هضبة. الهضبة دي بادئة من البحر الأحمر لغاية المحيط الأطلنطي. هضبة أفريقيا الشمالية، هضبة الصحراء الكبرى، هضبة شمال أفريقيا. بس احنا عندنا هنقولها هضبة الصحراء الكبرى. هضبة الصحراء الكبرى اللي جواها كانيتشو الصحراء اللي احنا عندنا. هضبة الصحراء الكبرى، هضبة أفريقيا الشمالية، هضبة شمال أفريقيا. دي أكبر هضبة في قارة أفريقيا. ده الشرق. وعندنا هضبة عالية مهمة جدا 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 بالفراني كده بالرصاصي. دي هضبة عالية جدا جدا. دي هضبة الصحراء الكبرى، هضبة أفريقيا الشمالية، هضبة شمال أفريقيا. دي هضبة مهمة جدا ونكتبها بالعربي بالأبيض، اسمها هضبة الحبشة أو هضبة أثيوبيا. في هضبة هنا تاني مهمة جدا جدا، هضبة البحيرات الاستوائية. هي منبع نهر النيل، لسه قايلينها من شوية. هضبة البحيرات الاستوائية هي منبع نهر النيل، يعني بداية نهر النيل. هضبة البحيرات الاستوائية. وده عليه سؤال مهم جدا بما تفسر أهمية هضبة البحيرات الاستوائية. أقول له هي منبع نهر النيل، هي منبع نهر النيل. تمام. نخش بقى على الجنوب في هضبة اسمها هضبة جنوب أفريقيا. في الجنوب هضبة اسمها هضبة جنوب أفريقيا. ويبقى كده خلصنا الهضاب. هضبة جنوب أفريقيا بيخرج منها نهرين. هنخلي النهرين بالأزرق. نهر لونه برتقاني، لا. اسمه برتقاني، لا. برتقاني بالإنجليزي يعني ايه؟ الله ينور عليك، أورانج. ده ما يتنسيش بقى.
نهر اورنج. النهر التاني هتمد الزلومه، ايوه، وتقول لمبوبو. ايوه، من غير ضحك، من غير ضحك. اسمها لمبوبو. ادي النهرين، نهر اورنج برتقاني، ونهر لمبوبو. دول نهرين بيخرجوا من هضبة جنوب افريقيا. ويبقى احنا كده خلصنا التضاريس، ونقول افريقيا فيها في الشمال هضبة الصحراء الكبرى، في الغرب هضبة الحبشة او اثيوبيا، في الوسط هضبة البحيرات الاستوائية هي منبع نهر النيل، ونهر النيل بيصب في البحر. نهر النيل بيصب في البحر المتوسط. الهضبة الثالثة هضبة جنوب افريقيا، فيها نهرين. الهضبة الجنوبية فيها نهرين، نهر اسمه اورنج ولمبوبو. اورنج ولمبوبو. ونخش على السهول الساحلية. احنا قلنا السهول الصحراوية 2 الصفر دول. هنخش على السهول الساحلية. اي ارض جنب البحر اقول عليها سهول ساحلية. يبقى انا عندي ساحل البحر المتوسط، ساحل المحيط الاطلنطي، ساحل المحيط الهندي، ساحل البحر الاحمر. السهول الفيضية عن الارض الزراعية عندي 3. سهول نهر النيل يعني ارض نهر النيل، ونهر النيل بيصب في البحر المتوسط. سهول نهر النيجر، النيجر. نهر النيجر اسم دولة اسمها دولة النيجر. نهر النيجر بيصب في خليج غينيا، ودي مهمة قوي قوي. ده اسمه خليج غينيا. يعني ايه كلمة خليج في الجغرافيا؟ كلمة خليج يعني الارض، المية داخلة جوه الارض. لو لقيت مية كده داخلة جوه الارض، توغل الماء داخل اليابس، اقول عليها خليج. فاقول على الحتة دي كده خليج، اسمه خليج غينيا، بيصب فيها نهر النيجر. اخر نهر هو نهر الكونغو. نهر الكونغو ده بقى بيصب في المحيط الاطلنطي. وبكده يبقى خلصنا تضاريس افريقيا كلها. نقول تضاريس افريقيا بسرعه، دقيقه واحده هتقول معايا بسرعه. فوقي بسرعه. افريقيا فيها كام جبل؟ 5. كام جبل؟ 5. شمال الشرق جبال البحر الاحمر، شمال الشرق جبال البحر الاحمر، شمال الغرب اطلس، شمال الغرب اطلس. في الشرق جبلين، كينيا وكليمنجارو. في الشرق جبلين، كينيا وكليمنجارو. جنوب الشرق دراكنزبرج، جنوب الشرق دراكنزبرج. عندنا في هضاب قارة أفريقيا 4. هضاب قارة أفريقيا 4. في الشمال هضبة الصحراء الكبرى شمال أفريقيا، في الشمال هضبة الصحراء الكبرى. في الوسط هضبة البحيرات الاستوائية. إيه أهميتها؟ هي منبع نهر النيل، هي منبع نهر النيل، هي منبع نهر النيل. في الشرق هضبة أثيوبيا الحبشة، أثيوبيا أو الحبشة. في الشرق هضبة أثيوبيا أو الحبشة. اسمها هضبة الحبشة في دولة أثيوبيا، فبنقول عليها هضبة أثيوبيا، الاسمين صح. في الجنوب هضبة جنوب افريقيا، في الجنوب هضبة جنوب افريقيا بيخرج منها نهرين، نهر اسمه اورنج، نهر اسمه لمبوبو. لكن انا عندي السهول الفيضية في افريقيا 3. الانهار دي اسامي بس، لكن السهول الفيضية عن الارض الخضراء الزراعية عندي 3. نهر النيل ينبع من البحيرات الاستوائية وبيصب في البحر المتوسط. نهر النيجر بيصب في خليج غينيا. نهر الكونغو بيصب في المحيط الاطلنطي. نخش على تضاريس قارة اوروبا. نبدأ في تضاريس اوروبا، وهراجع لك نص دقيقة على قارة اوروبا الحصة اللي فاتت. قارة اوروبا ليها 4 اتجاهات. في شمالها المحيط القطبي الشمالي، في الغرب المحيط الاطلنطي، في الشرق هنا قارة اسمها قارة اسيا، بيفصل بين اوروبا واسيا جبال اسمها جبال اورال. طيب في الجنوب البحر المتوسط بيفصلها عن قارة افريقيا. تتميز اسيا بكثرة الجزر وتعرج السواحل. اقول له ادت لوجود موانئ طبيعية. بما تفسر وجود موانئ طبيعية في اوروبا؟ اقول له بسبب تعرج السواحل وكثرة الجزر. ما النتائج المترتبة على تعرج السواحل وكثرة الجزر؟ ادت الى وجود موانئ طبيعية. كده خلصنا الحصة اللي فاتت. بيعدي عليها خط واحد اسمه دائرة المحيط، دائرة القطبية الشمالية. تمام. هناخد بقى النهارده تضاريس اوروبا جبال هضاب سهول. اوروبا ما فيهاش غير سهول واحده، يعني ارض زراعيه واحده. كل اوروبا يا بختهم تعتبر ارض زراعيه، واسمها السهل الاوروبي العظيم. نخليها باللون الابيض. كل اوروبا عباره عن ارض زراعيه اسمها السهل الاوروبي
العظيم. تمام؟ يبقى عندنا سهول فيضيه. لو قال لي في الخريطه واحد سهول او سهل، اقول له السهل الاوروبي العظيم. خلصنا السهول الفيضيه. بس عندنا 3 انهار. اطول انهار اوروبا الفولجا، الفالوجا، الفولجا. اطول انهار اوروبا الفولجا، اطول انهار اوروبا الفولجا. نهر الفولجا ده بيفضل نازل 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 ويقوم داخل على قارة اسيا ويلاقي بحر مغلق اسمه قزوين يصب فيه. يبقى نهر الفولجا بيصب في بحر قزوين، نهر الفولجا بيصب في بحر قزوين. اطول انهار اوروبا الفولجا. ده طريقه. ويقول لك يصب نهر الفولجا فيه، اقول له بحر قزوين. عمال تسالني مستر هو بحر قزوين مغلق؟ طب ودي ايه علاقتها؟ النهر يا حبيبي بيجي من عالي الواطي، يعني الميه بتنزل تصب في البحر. اكيد الميه مش هتخرج، يعني انت ما ينفعش تخرج بمركب في بحر قزوين، يعني ما ينفعش تخرج من بحر قزوين كده بمركب، لا، لكن ينفع تنزله. فبحر قزوين مغلق، مغلق، بس ينفع ادلق فيه. فعشان كده بحر قزوين اكبر بحر مغلق، لكن ينفع اصب فيه. نهر الفولجا بيصب في بحر قزوين. تمام؟ طيب النهر الثاني، فاكرين هجرس بتاعنا الكبير؟ الواد هجرس ده ما بيعرفش يقول الجيم، يقولها دال. فالنهر اسمه نهر الجنوب، لكن هدرس يقول عليه ايه؟ الدانوب. الدانوب. يبقى نهر الدانوب. نهر الدانوب ده نهره اسود. نهره اسود لانه بيصب في البحر الاسود. في هنا بحر اسمه البحر الاسود. نهر الدانوب ده بيصب في البحر الاسود، يبقى نهر الدانوب والواد هدرس نهرهم اسود. يبقى نهر الدانوب، نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود. نهر الدانوب نهاره اسود. النهر الثاني نهر اسمه نهر الراين. نهر الراين بيصب في بحر الشمال. ويبقى كده خلصت السهول. يبقى سهول قارة اوروبا في ارض اسمها السهل الاوروبي العظيم، في 3 انهار مكررين. اطول انهار اوروبا بيصب في بحر. نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود، يبقى الدانوب نهاره اسود. النهر الثالث نهر الراين. نهر الراين بيصب في بحر الشمال، بيصب في بحر الشمال. مستر قول لي الهضاب. الهضاب اللي في قارة اوروبا 2. هضبة سهلة على اسم الدولة بتاعت نابليون بونابرت. ايوه، هضبة فرنسا الوسطى. هضبة فرنسا الوسطى. الهضبة الثانية دي دولة اسبانيا على فكرة، واخدة معظم اسبانيا. اسبانيا الهضبة اسمها الميزيتا. اسبانيا الميزيتا، مش سنيوريتا، الميزيتا. هضبة الميزيتا، هضبة الميزيتا، هضبة الميزيتا. كده خلصنا الهضاب بالسرعة كده. الجبال. قارة أوروبا فيها سلسلة جبلية بتبدأ من الغرب للشرق، ماشية من الغرب للشرق، اسمها جبال الألب. بتبدأ من الغرب للشرق، جبال الألب. أوروبا بيغيروا اسمها. هنا كده فوق دولة أسبانيا سموها جبال البرانس، البرنس البرانس. هنا المنطقة دي اسمها شبه جزيرة البلقان. نفس جبال الألب غيروا اسمها، قال لك هنسميها الألب الدينارية. وخلصت تضاريس قارة أوروبا في 5 دقايق. ممكن تبقى في دقيقة، ممكن تبقى في دقيقة. تضاريس أوروبا فيها كم سهل؟ 1 اسمه السهل الأوروبي العظيم. فيها كم نهر؟ 3. أطول أنهار أوروبا الفولجا بيصب في بحر قزوين. الدانوب نهاره اسود بيصب في البحر الاسود. نهر الراين بيطلع لفوق بيبص لفوق بيبص البحر الشمال بيصب في البحر الشمال. الجبال عندي سلسلة جبلية بتبدأ من الغرب للشرق اسمها سلسلة جبال الألب. اسبانيا غيروا اسمها وقالوا هنسميها البرنس، البرانس. البلقان اللي هي الدول اللي جنب اليونان، البلقان قال لك لا احنا نغير اسمها ونسميها الألب الدينارية. الألب الدينارية. خلصت الجبال. طب نتكلم عن الهضاب. عندنا هضبتين، هضبة اسمها هضبة فرنسا الوسطى، وهضبة تانية اسمها هضبة الميزيتا. هضبة الميزيتا.
وبكده حبايبي نبقى خلصنا تضاريس قارات العالم القديمة كلها، آسيا، أفريقيا، أوروبا. إن شاء الله بإذن الله هنخلص نهاية التضاريس وأعمل لكم امتحان كده مع بعض ونحل أسئلة كتير عليها. هتوحشوني، أقابلكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.